جربتي قبل كده تعملي دوناتس المثلثات؟ لو لسه اول مره تعالي معايا هقولك طريقه سهله وجميله وولادك بجد هيدمنوه. نيجي للمقادير: كوبايتين ونص دقيق، معلقتين زيت، بيضه، معلقتين كبار سكر، معلقه ونص صغيره خميره، معلقه الا ربع بيكنج باودر، وربع معلقه ملح، وكام نقطه فانيليا كده، ومكعب زبده انا للاسف نسيت احطه مع المقادير ولكن ضفته بعد كده للمكونات، وكوباية الا ربع مية دافية عشان ندوب فيها الخميرة. هنقلب الخميرة في المية كويس ونسيبها على جنب. هنسيب الخميرة على جنب 10 دقايق، وبعدها نجيب بولة ونحط فيها البيضة ومعلقتين السكر ومعلقتين الزيت، وبعدين نبتدي نقلب كويس قوي. نضيف كوباية المية الدافية بالخميرة ونرجع برضو نقلب كويس جدا. المرحلة دي بقى هنبتدي نضيف الدقيق شوية بشوية، يعني نضيف شوية ونقلب شوية زي ما انتوا شايفين، وهكذا لحد ما نحط الكمية كلها. هنا انا قلبت بالسباتيولا شوية وبعدين فصلت الفيديو وكملت انا عجينة عشان خاطر ما ضيعش وقتكم. ده كده كان شكلها بعد ما اتعجنت. حاولت ابين لكم القوام عامل ازاي. نحطيها ونسيبها تخمر حوالي ساعة. في الوقت ده انا بجيب طبق فيه سكر وقرفة. بعد الساعة لما تكون اختمرت كويس بنبتدي نجيب سطح سواء رخامة او يعني بلانش عندنا او ايا كان، يعني نرش عليه دقيق وبعدين نبتدي نفردها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. هنبتدي بعد كده نقسمها نصين، كل نص هناخده نعمله كده زي كورة كده، وهنفرده بايدينا او بالنشابة ايا كان زي ما تحبوا. ده شكلها بعد ما اتفردت. هنبتدي بقى نقطعها على شكل مثلثات بقطعة البيتزا زي ما انتوا شايفين. ولو فردنا العجينة على ورقة زبدة هتدينا شكل افضل للمثلثات، هيكون المثلث شكله منتظم عن كده كمان. كده ده شكل المثلث زي ما انتوا شايفين. هنبتدي نحط المثلثات بتاعه الدوناتس بتاعتنا في الزيت، وده شكلها بعد ما اتقلت في الزيت. بالمناسبة هي ما بتشربش زيت كتير ودي حاجة جميلة. اول ما تستوي المثلثات بتاعتنا وهي لسه سخنة بنطلعها على طول نحطها في السكر والقرفة زي ما انتوا شايفين. وممكن نحشيها بقى زي ما احنا عايزين من جوه، وايت شوكليت، دارك شوكليت، نحط مثلا نوتيلا، اللي احنا عايزينه بقى. وده شكلها النهائي بجد جميلة قوي. جربوها وحقيقي هتدمنوها وهتعجبكم قوي.